السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي طلاب الصف الثالث الإعدادي، معانا كبسولات لحد ليالي الامتحانات. النهاردة بإذن الله تعالى هنشوف مع بعض حل معادلتين. مالهم يا مستر؟ في متغيرين يعني س وص. الجديد بقى أحدهما من الدرجة الأولى والتانية من الدرجة الثانية. إزاي يا مستر؟ شباب احنا خدنا في الوحدة الدرس الأولاني إن هما الاتنين في متغيرين ولكن من الدرجة الأولى. تمام. الدرس الثاني خدناها معادلة واحدة في متغير واحد. تمام يا مستر، من الدرجة الثانية. الدرس الثالث هيقول لي أحدهما من الدرجة الأولى، وليكن شبه س ناقص ص بتساوي صفر، والثانية من الدرجة الثانية. يعني يقول لي مثلا س تربيع زائد س ص زائد ص تربيع بتساوي 27. يبقى الدرس الأولاني كان معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين، وكنت بحلها مجموعة وفيها زوج مرتب. دي كانت مجموعة وجواها أرقام مش زوج مرتب عشان متغير واحد. التالتة هتتحل مجموعة وزوج مرتب. مادام متغيرين يبقى لازم الحل يكون بداخل أقواس زوج مرتب. تعالوا مع بعض نشوف ازاي احل المسألة دي. في الحل هنا هجيب جاسوس عشان يروح يطلع القيمة المحبوس. ازاي يا مستر؟ هقول له من معادلة الدرجة الأولى مالها؟ السين ناقص صاد دي بتساوي صفر، يعني السين يا مستر قيمتها انها بتساوي صاد. تمام. هقول له بالتعويض. هتروح تعوض فيها فين؟ في معادلة الدرجة الثانية. أنا مش حابب الثانية تكون فيها معاملات ياما، أنا عايز كلها تكون في السين أو صاد. هنا وليكن هشيل كل صاد وأحط مكانها سين، هتبقى س تربيع زائد س في س بس تربيع. هشيل الصاد وأحط س تبقى برضه س تربيع ب27. يعني 3 س تربيع ب27 بعد القسم على التلاتة، فتبقى س تربيع ب9. بعد ما اخد الجذر فتكون السين بموجب او سالب 3. تمام يا شباب. هقسم بقى الصفحه بتاعتي نصين كده واقول له لا اما السين ب3 او ان السين بسالب 3. طيب لو جيت هنا هروح اعوض في معادله الدرجه الاولى. خلاص انا عرفت الجاسوس اللي كان محبوس قيمته ب3. السين ب3 تبقى الصاد بكام؟ نفس القيمه انهم متساويين، تبقى الصاد ب3. لو السين بسالب 3 تبقى الصاد بسالب 3. يبقى كده يا مستر مجموعة الحل بتساوي 3 و3 زوج مرتب، سالب 3 وسالب 3 برضو داخل زوج مرتب. ده كده السؤال الأولاني. سؤال كان سهل وبسيط، فكرته سهلة. نشوف مع بعض مثال تاني، برضو معادلتين أحدهما من الدرجة الأولى والتاني من الدرجة الثانية. فكرتها إنك هتجيب جاسوس يروح يطلع الرجل المحبوس. المثال الثاني نفس الفكرة ونفس الكلام يا أستاذ. هيقول لي لو معاك الصاد ناقص 2 س بصفر، وفي اليمة الثانية هيقول لي معاك س صاد بتساوي 18. ما يجيش حد يقول لي دي من الدرجة الأولى، لا، دول مضروبين في بعض وعند الضرب بجمع الأسس، فدي كده درجة ثانية. هاجي أقول له من معادلة الدرجة الأولى. دي هتركب الطيارة وتغير الإشارة. الصاد ب2 س، خلاص وحطها كده في برواز. هقول له بالتعويض في معادلة الدرجة الثانية. هروح يا أستاذ للدرجة الثانية دي وأعدل. هشيل الصاد وأحط مكانها 2 س، فهتبقى شكلها س، وادي 2 س بتساوي 18. هضرب فتبقى 2 س تربيع ب18. هقسم على الاتنين يبقى السين تربيع بتساوي 9 بأخذ الجذر التربيعي، فتبقى السين بتساوي موجب أو سالب 3. وأقسم الصفحة بالنص وأقول له إما السين ب3 أو إن السين بسالب 3. تمام يا أستاذ. تعالى هنا شيل السين وحط مكانها 3. هتبقى الصاد بتساوي 2 في 3 بكام؟ ممتازين، 6. طب يا ترى لو شلنا السين وحطيت مكانها سالب 3، 2 في سالب 3 بسالب 6. يبقى إذا مجموعة الحل هنا عندي س وصاد، يبقى مجموعة الحل فيها أزواج مرتبة. السين لو ب3 الصاد طلعت ب6، السين لو سالب 3 الصاد طلعت بسالب 6. كده انتهى معانا بفضل الله تعالى شرح
الوحدة الأولى كاملة بكل الأفكار بتاعتها، دي مش بتتحل بالآلة يا شباب، ملهاش حل بالآلة، كل الحل هيكون بدماغي. مش هيكون فيها المعادلة التانية، مش هتتحل هنا بقانون عام، بتتحل عادي بالتحليل، أخذ العامل المشترك، حاجات بسيطة ما نقلقش منها خالص. ومعظمها كمان بأخذ الجذور التربيعية، لأنها في الدرجة الثانية. تمام، الأمور إن شاء الله سهلة وبسيطة. الوحدة الدرس الأولاني معادلتين متغيرين درجة أولى، الرسمة بتاعتها خط مستقيم، لو تقاطعوا في نقطة واحدة يبقى ليها حل واحد، متوازيان ملهمش حلول، منطبقان لهم عدد لا نهائي. الرسمة التانية هتكون شبه حرف اليو، خدناها في الترم الأول، لا إما يقطع السينات في اتنين فيبقى لها حلين، لا إما يقطع السينات في مكان واحد فليها حل، لا إما مش هيقطع فملهاش أي حلول. الدرس الثالث ملوش رسم بياني وملوش حل بالآلة. أتمنى أكون فدتكم ولو جزء بسيط. أفكركم بالشعار بتاعنا مع مستر همام، الرياضة في التمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.